النهاردة بقى هنعمل رز الصيادية بطريقة جميلة جدا. شايفين اللون؟ لون المطاعم بالظبط يا جماعة، اللون الغامق والجميل والطعم التحفة اللي يمشي مع أكل السمك بتاعنا. يلا نشوف. أول حاجة هنجيب بصلتين كبار ونقطعهم كده وننزل بيهم في الكبة زي ما احنا شايفين، وبعدين نفضل نضربهم في الكبة لغاية ما يبقوا ناعمين خالص. لازم نفرمه قوي، المطاعم بتعمله كده بالظبط. وبعدين هنغسل الرز بتاعنا طبعا، ولازم نغسله غسلة حلوة قوي، وهنحط على الحلة بتاعتنا على النار وننزل عليها بشوية زيت ومعلقتين كبار من السكر بالشكل ده كده. بعد ما ننزل بمعلقتين من السكر هنقلب بس قلبة صغيرة، نوزع بس السكر على الزيت، واول ما ياخد اللون البني ده ما نستناش يسود هننزل عليه بالبصل. وزي ما احنا شايفين كده لازم ما يسودش معانا السكر، يبقى لونه بني كده، بني غامق شوية. وبعدين بعد ما نقلبه مع السكر هننزل بمعلقة من الفلفل الأسمر، وبعدين برضو نقلبهم سوا زي ما احنا شايفين. بجد طريقة خطيرة لو عملتوها دايما مع رز الصيادية وبيطلع مع السمك تحفة. لازم السمك تعمله معاه رز صيادية على طول، بيودي الطعم في حتة تانية خالص. شايفين ابتدى يتبل معانا ازاي؟ نفضل بقى نقلب كده شوية، كل شوية نقلب كده شوية بالمعلقة. عايزين نوصل للون، بصوا نسيب البصل يوصل للون اسود قوي. يعني طالما رز صيادية بنخلي البصل يغمق جامد قوي عشان يدي لون الرز تحفة، غير ان السكر اصلا هيدي كمان طعم جميل للرز. وبعدين هنزل كده بمكعب مرقة لما تبتدي تسود شوية واقلب تاني. اهم حاجة ان البصل في رز الصيادية يغمق قوي، احنا طالبين ان احنا نغمقه قوي. اهم حاجة التغميقة بتاعته علشان الرز بتاعنا يبقى لونه جميل كده، لون المطاعم كده بالظبط. نفضل بقى نقلب، واحنا طبعا حطينا مكعب مرقة برضو هيدي طعم حلو قوي. نقلب بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وبعد ما البصل بقى اللون ده هننزل عليه بمعلقة من الصلصة. شايفين الصلصة بقى هتعمل ايه هنا؟ معلقة الصلصة هتغمق لنا البصل اكتر، يعني الصلصة هتدي لون اغمق للبصل فهيعملوا لون جميل للرز. شايفين تحسوا سود؟ هننزل بقى بالرز بتاعنا ونبتدي ان احنا نشوحه مع البصل. هنبتدي نشوحه كده بالشكل ده مع البصل، ونسيب شوية ونقلب. يعني ما نفضلش نقلبه على طول، لا نسيبه يتشوح كده شوية ونقلبه. شايفين عمالين نقلبه مع البصل ازاي؟ عشان كل رزاية تاخد اللون بتاع البصل المسود ده. طبعا معلقة الصلصة بتفرق جامد في اللون، بتغير اللون كده وهيطلع الرز معانا لونه جميل. شايفين ابتدى ياخد لون جميل ازاي؟ برضو نشوحه كده شوية، نفضل نشوحه، التشويحة دي برضو بتفرق في الطعم واللون. نفضل نشوح فيه بالشكل ده كده، عمال ياخد لون غامق اهو، ياخد لون جميل. وطبعا احنا بنبقى على جنب بنغلي مية علشان الرز بيحب المية المغلية اكتر. عقبال ما نشوحه كده هتكون المية غليت معاه. شايفين عمال يدي لون جميل ازاي؟ لون بني جميل خالص وغامق. ولا الطعم بقى هيطلع حكاية، كلناه مع سمك بجد فظيع. ننزل بقى بمعلقة كبيرة من الملح كده، وبعدين بالمية المغلية بتاعتنا هنبتدي ان احنا نوزعها كده على الرز، نغطي الرز يا جماعة ب1 سنتي بس، يبقى بينه وبين المية سنتي بس. شايفين اللون؟ حتى لون المية بقى لون بني جميل ازاي. بعد ما عملنا كده هنقلب الرز مع المية بتاعتنا ومعلقة الملح اللي احنا حطيناها، وبعدين هنغطي عليه. هنسيبه 10 دقايق على نار عالية، وبعدين نيجي هنقلبه ونسيبه على نار هادية 5 دقايق، وهنطفي عليه
ويا جماعة هيطلع معانا رز لونه وطعم حكاية بجد. اللي ما بيعملش رز الصيادية بالطريقة دي هيندم. شوفوا بقى، عملت جنبه طبق طحينة كده، والسمك كان تحفة تحفة تحفة. وما تنسوش اللايك والسبسكرايب.